لو لسه بتسلقي الكرنب وبتضيفي له ملح وكمون فتأكدي ان الطريقة اللي انت بتعمليه بيها ديت مش صح. تعالي معايا النهارده علشان اقولك الطريقة الصحيحة اللي جارتي زمان اول لما اتجوزت قالت لي عليها لسلق الكرنب علشان ما يجلدش معاكي. ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجة معايا كرنباية حجمها مش كبير قوي، يعني حاجة متوسطة كده. بتجيب الكرنباية عشان تختاريها صح لازم تكون مش مكبوسة. اما تكون الكرنبايه بتضغطي عليها وتروح وتيجي معاكي وتبقى لينه، تعرفي ان الورق هيطلع هنا ايه، مفروض وهيبقى كويس. بعد كده بتبتدي ان انتي تفرغيها من النص. بصراحه يا جماعه انا جربت طرق كتير قوي لسلق الكرنب، منها بقى ان احنا بنقعد نطلعها ورقه ورقه. وبصراحه الطريقه ديت كانت مزعجه جدا بالنسبه لي، ان كنت بحس ان المطبخ كله مليان ورق كرنب. اما الطريقه ديت اول مره اجربها وفي الحقيقه طلعت طريقه نينجا، يعني حلوه قوي، جربوها هتعجبكم. تعالوا اقول لكم بقى، جارتي زمان ست كبيره كده قالت لي اسلق الكرنب ازاي. قالت لي بقى ايه، لو بتعملي الكرنب بتسلقيه وبتحطي كمون وملح فانت بتعمليه غلط، لانه هيجلد معاكي ومش هيبقى حلو، خصوصا لو احنا بنخزنه. امال كانت بتضيف ايه؟ كانت بتضيف معلقه من السكر وربع كوبايه من الحليب. معلقه السكر هتديني دي ماده حافظه للكرنب لو احنا بنخزنه او حتى بنعمله في اليوم العادي بتاعنا. وكمان الحليب هتخليه طري معانا لغايه اخر طبق عندنا في الفريزر. وبتبتدي ان انت تضيفي الكرنبايه ديت كلها، ومع الوقت هتلاقي الكرنبايه ورقها فك عن بعضه. بتبتدي بقى ان انت تسحبي ورقه ورقه. ولاحظوا معايا هنا ان احنا ما بنخليش ورق الكرنب على النار كتير علشان احنا مش عايزينه يتهري معانا، لا عايزينه في نفس الوقت يبقى متماسك. بس الحاجة اللي مش لطيفة بقى في وصفة النهاردة ان الكرنباية اللي معايا دي الحقيقة مش زي المعايير اللي انا قلت لكم عليها. يعني الكرنباية ديت مش انا اللي شارياها، هي جايالي، فكانت الورق بتاعها فيها عروق كتير، يعني ما كانش الورق مفرود. زي ما انا بقول لكم الكرنبايه الصح لازم تضغطوا عليها تلاقوها ايه، بتروح وتيجي، تعرفي ان ايه الورق هيطلع مفرود معاكي. ببتدي ان بقى ان انا اجيب الورق ورقه ورقه وارولها كده واقطعها من الجنبين واقسمها نصين عشان تبقى سهله معايا في الحشو. باخد اللي انا عايزاه والباقي بحتفظ بيه في الفريزر. طيب تعالوا اقول لكم بقى انا كمان بعمل المحشي ازاي. انا كمان بعمله بطريقه مختلفه. المحشي طريقتين، يا اما نسبك له ونقليله يا اما نعمله ني في ني. النهارده انا هعمل ايه، انا هعمل ني في ني. بجيب ربع كوبايه من الزيت، بضيف كزبره، بضيف كمون، بضيف نص معلقه من القرفه، بضيف ملح وفلفل اسود، وكمان بضيف نعناع جاف. النعناع الجاف هنا هيوديكوا في حتة تانية خالص وهيخلي طعم محشي بتاعنا حلو جدا. اما القرفة حابين تضيفوها ضيفوها، مش حابين ما تضيفوهاش، ده حسب ايه اختياراتكم انتوا. كمان بيبقى معايا كيلو من الطماطم. الطماطم هنا عشان تديكي اللون الاحمر قوي، بعمل ايه بقى وانا بضربها، بضيف لها معلقه كبيره من البابريكا ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم. وبعد كده بضيف الصلصه بتاعتنا ديت وعليهم معلقه صغيره من السكر واسيبهم لحد لما يتسبكوا على النار، واسيبها لحد لما تهدى وتبقى معاكم بالشكل ده. في الوقت ده ببقى محضره بصلتين يكونوا كبار، وانا بضرب البصله ديت ببقى ضاربه معاها واحدتين من الفلفل السبايسي حلو كده. وبضيف عليهم بقى ايه الخضره بتاعتنا اللي هي الشبت والبقدونس والكزبره، اخده الورق بس بدون العيدان. طبعا الخلطه اللي انا بعملها دي انا قصدي ان انا اعمل كميه كبيره ليه، علشان اضيف ايه عين كده طبق كمان مع طبق الكرنب، بعمله ايه وجبه تانية يبقى سهل بالنسبه لي. ما اقعدش بقى كل شويه بقى اعمل خلطه من اول وجديد واسلق كرنب من اول وجديد، لا ده كده بيسهل عليا كمان مره اعملها ايه في السريع. بدوق بقى الخلطه بتاعتنا لقيتها ناقصه بقى ملح، بضيف الملح واظبط الملح بتاعنا. وبعد كده هبتدي في الحشو. بس قبل ما نبتدي في الحشو انا بوريكم اهو طبق للخلطة وطبق للكرنب. الخلطة دي ناقصها رز، بس اوعي تضيفي تحتفظي بالخلطة وهي فيها رز، احنا ضفنا الخلطة من غير الرز. والكمية اللي عملناها الباقية ضفت عليها كوباية ونص من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس جدا. هندخل لمرحلة الحشو. حلة عندك تكون مناسبة لكمية الكرنب اللي عندك، وبعد كده هتعملي لها طبقة من الفلفل وطبقة من الطماطم، وبتجيبي بقى الكرنب اللي احنا قطعناه. بصوا السهولة هنا، انا عايزه اقول لكم ما اخدش مني وقت خالص وانا بحشي يا جماعه، سهل جدا. ليه؟ لان احنا مقطعينه اصلا سهل. انت بتاخدي واحده واحده وتفضلي ايه تحشيها وما تحشيهاش على الاخر، يعني ايه يا دوبك حبه كده ايه حاجه متوسطه كده، وبعد كده تقطعيها على قد الصوابع اللي انت بتحبيها حلو كده. بعد ما بخلص وبرصهم بقى في الحله بتاعتي، بضيف من فوق الوش معلقتين كبار من السمنه البلدي علشان تديني الطعم الحلو. وبعدين برفع الحله دي على النار واسيبها لمده دقيقتين تسخن، انا عايزه الكرنب هنا يسخن. وبضيف المرقه بتاعتي، الكرنب بيحب المرقه الحلوه الدسمه.
بط، فراخ بلدي، لحمه تكون حاجه سمينه كده، وتضيفيه المرقه وهي سخنه جدا جدا لحد لما تغطي وش الكرنب خالص. بعد كده اما يغلي ويبقبق معاكي ويبقى بالشكل ده، هتهدي عليه النار خالص وتسيبيه يستوي براحته لحد لما يشرب كل المرقه دي. وعايزه اقول لكم بقى يا لهوي على الريحة والطعم والجمال. انتوا لو جربتوا الطريقة دي، انا عارفة ان معظمنا بيعمل الكرنب ني في بيعمل الكرنب بالتسبيكة ويقللوا البصلة. طب انتوا جربوه بقى ني في ني، هتغيروا فكرتكم خالص. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا دعموني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم جدا جدا، ودايما بستنى كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم. قولوا لي بقى دلوقتي بتعملوا محشي الكرنب زي ما انا بعمله، ولا عندكم بقى ايه تريكات؟ اكيد كل واحد فينا عنده تريكات. يلا بقى اشوفكم بكره ان شاء الله في وصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.